هذا الشيلة بعنوان بكتب للجميع قصتي من حزني ومن ضيقتي، مرسلة من المملكة العربية السعودية. كتبت كلماتها أم كيان، والقصيدة تعبر وتحكي عن شوقها وفرقتها عن أولادها. أداء الشاعر أبو شهاب مطر. قالت أم كيان يا رحيم يا الله وأنت الكريم، يفرج كربتي يا عظيم واستر في الحياة حالنا. بكتب للجميع قصتي من حزني ومن ضيقتي، فارقت العيال دنيتي يا رب العباد عيننا. فارقني شريك الحياة وانهى عشرتي ذي معاه، طلق والوفاء قد نساه والأولاد عندي أنا. وتحملت كل الثقال والمصروف حق العيال، كان الهم مثل الجبال ما حد قد وقف جنبنا. واولادي ابوهم نسي اولاده وقلبه جسي، واصبح عنهم يائسي وتحملت كل العنا. كنت احرق عليهم حريق والمصروف عليه ما اطيق، وضعي كان كربة وضيق ما حد قد وقف جنبنا. سافرت اغترب لاجلهم من بيتي وفارقتهم، اولادي وانا احبهم وعيالي بتنزف بكاء. عند اختي عزمت السفر سفر ارض المملكة يا بشر، من كثر الهموم والضجات فارقنا الوطن واهلنا. فارقت الريح والكبد اولادي بوسط البلد، ما وقف معايا احد خلوني بضيقه انا. يوم سافرت من عندهم والوحشه بقلبي لهم، كاين وابنتي حبهم في وسط الوريد بالدماء. يا ليت والعيال هم معي فرقتهم تهد ضلعي، يا عين درثي ودمعي دمعة تشعل خدنا. لأن الشوق فيني كبير أذكرهم وعقلي يطير، قلب الأم غارق ببير ما حد قد رحم حالها. واشواقي لهم كم تزيد حن سافرت عنهم بعيد، من شان المعيشة أكيد الصبر يا إله حالنا. وأقول يا إله حسبنا ما حد قد وقف جنبنا. فارقت